هذه الصدقة عن الميت ربما قليل يسووها، وهي شغلة مهمة، مثل ما يقرأ له فاتحة فليعطي عنه صدقة عن أبوه عن أمه أموات اللي يحبهم. شوف فقير يعطي دينار نص دينار ينوي صدقة عن المتوفى فله أجر، هم هو إلى أجر وذاك المتوفى هم ينفعه إعطاء الصدقة. أصلا هذه صلاة الوحشة، رواية صلاة الوحشة اللي نصليها صلاة ليلة الدفن، الرواية الواردة فيها تقول إنه مضمون الرواية إنه لا يأتي على الميت ليلة أشد من ليلة الدفن، فارحموا أمواتكم بالصدقة، فمن لم يستطع فليصلي ركعتين يقرأ في إحداهما آية الكرسي وفي الثانية إنا أنزلناه إلى آخره. هاي صلاة الوحشة اللي نسويها. الرواية هالشكل جاية تقول اعطوا صدقة ارحموهم بالصدقة، إذا ما قدرتوا صلوا صلاة الوحشة. هذه يغفل عنها غالبا، يعني يهتمون بصلاة الوحشة كثيرا ما، بس الصدقة ما يلتفتوا لها مع أنها في مرحلة مسبقة، والرواية هم فيها فمن لم يستطع، وغالب الناس يستطيعون. الصدقة اليوم ما أيسرها ولله الحمد، أغلب الناس متمكنين، وهذا الدينار والدينارين مو شيء يعني يأثر عليهم، فالصدقة مهمة عن الميت. على كل الرواية ظاهرها هالشكل، الحين يجمع بينهما يعطي الصدقة ويصلي بعد أحسن. الظاهر نفس الليلة حتى أثرها ما حصل معذور. اي يعني الصدقة ربما يكون لها تأثير إذا دفعت تأثيرها الحقيقي، الفقير يستفيد منها يأنس. نعم قد هم يكون لها تأثير ما، لكن إعطائها إلى تأثير، يعني ربما تكون مثل الدواء اللي واحد يشتريه ويحطه يقول باشر أشربه، من الباشر إلى باشر يعني يشربه، هو صحته ما راح تتحسن إلى أن يشربه بالفعل يبدأ التأثير. الصدقة ربما عزلها هم زين، ما أريد أقول مو ماشي، لكن ذاك هو الأكيد اللي ينفع. نعم يدفع حق شنو؟ مشيعين يعطيهم صدقة؟ يعني إذا قلنا الصدقة تجوز حتى للغني، لأن أكو رأي السيد الخوئي رحمه الله يقول الصدقة تجوز حتى للغني يقدر يعطيهم، أو وإذا قلنا لا مختصة بالفقراء ممكن يشوف في المشيعين شخص فقير يعطيه. هاي توجد غالبا، يعني الفقير اللي يريد يعطي تحصل القضية بالمقبرة وقت الدفن، أكو ذولا اللي يدفنون أمثالهم، والصدقة المستحبة مو لازم شخص موالي وأمثاله، حتى المخالفين حتى الخادم اللي يشتغل عنده غيرهم يجوز إعطائهم. لا المؤمن أفضل، بس الرواية مو مخصصة بالمؤمن، قايلة فارحموا أمواتكم بالصدقة،